السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم احلى سندوتشات كريب ممكن تعمليها في البيت بتكلفة بسيطة خالص وبامكانيات بسيطة، وهتعملي منها كمية كبيرة جدا وهتوفري، وطعمها جميل جدا والشكل رائع احسن من المحلات بكتير. هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض. معايا هنا كريب من الجاهز، انا كنت شارياه بالكيلو، جميل جدا. لو انت مثلا عايزه تعمليه في البيت عادي او عايزه تشتريه من الجاهز عادي. انا حمرته هنا كده ما شاء الله جميل. وهنا قطعته قطع كده صوابع. بصوا كده ما شاء الله كده صوابع جميله اهو. طالما تقدري تعملي الحاجه في البيت وتوفري، ايه المانع ان انت تعمليها وتوفري؟ فحاجه كويسه جدا بصراحه وهتعجبكم جدا، والكبار والصغيرين بيحبوها وما بيزهقوش من اكلها. بعد ما عملتها صوابع، هنا عندي عيش الكريب، عندي هنا صينية ألمونيا، او عندك طاسة تيفال او اي حاجة الممكن الموجود عندك. بعمل الرغيف نصين كده، بقسمه نصين وبحطه هنا. بدهن الصينية كده بالفرشة السيليكون زيت بسيط خالص، وبروح حطاها هنا كده تتحمر، وبروح رشة عليها البانيه كده المتحمر صوابع. بصوا كده معايا، حاجة في منتهى السهولة ومش بتاخد معاكي وقت ولا مكلفة خالص، وتقدري تعمليها في اي وقت، للفطار للعشاء، لو عندك شغل او حاجة او ولادك رايحين مكان او نادي او اي حاجة، بتعمل لهم السندوتشات الجاهزة دي، بتبقى جميلة جدا وحاجة نظيفة انت عاملاها في البيت ومضمونة. وهنا برش عليها الكاتشب، لو عايزة مايونيز بتحطي، عايزة بطاطس مقلية برضو بتحطي، يعني حسب رغبتك انتي. ما شاء الله الريحة بتاعتهم جميلة جدا وبيتحمروا كده ما شاء الله جمال. يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي انا يوميات تيتا، يا ريت تدعموني بلايك واشتراك للقناه لو عجبكم الفيديو. هنا هبدا بقى كده اطبق الرغيف الكريب. بصوا هنا ما شاء الله جميل ومحمر كده حلو قوي، حاجه كده عظمه ما شاء الله، زي الجاهز كده بالظبط، ما يفرقش عنه كتير. طبعا الحاجات دي ومبالغها وصلت دلوقتي وعدت في الاسعار، فانت لو تقدري تعمليه في البيت بتكلفه بسيطه وامكانيات عاديه هتعمليه عادي. هنا هعمل برضو اتنين كمان كده. بصوا هنا بحمر الرغيف كده، بديله تحميرة بسيط، لو عايزاه نص سوا برضو عادي براحتك حسب رغبة اولادك. حاجة كده سهلة وبسيطة وعلى قد الايد، وما بتاخدش 5 دقايق في البيت، بصراحة جميلة جدا. يا ريت تجربوها والله ان شاء الله هتعجبكم جدا. بصوا كده هنا هنطبق الرغيف، بنعمله على هيئة مثلث بكل سهولة، ما فيهوش اي حاجة ولا اي تعب. عايزة تحطي فلفل، عايزة تحطي طماطم، اي حاجة حشو جواه انت حابة تعمليه اعمليه. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.